يا مساء الفل على عيونكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. بصوا بقى الليفت وجمال الليفت. عارفين يا جماعه كل الليفت دوت انا جايباه بكام؟ جايبه الكيلو بجنيه ونص، الاتنين كيلو ب3 جنيه. اه والله ب3 جنيه. طبعا جايباه منين؟ جايباه من السوق معهد الديني. اللي ما يعرفش سوق المعهد الديني دوت فين، اقول له ان هو في اسكندريه عند محطه العصافره. لو انت اسكندرانيه يلا اكتبيلي واثبتي وجودك ان انت من اسكندريه وعشان ارحب بيكم. طبعا يا جماعة عايزة كل اخواتي وحبايبي كده يقولوا لي هو من انهي بلد يا جماعة علشان ارحب بيكم. وانتم منوريني والله وسعيدة بوجودكم، ربنا يا رب يخليكم وما يحرمنيش من الكلام الحلو اللي انتم بتكتبوه لي ابدا. هنعمل الليفت طبعا بتاعنا اهو زي ما هعمله يا جماعة، من غير ولا خل ولا اي حاجة. الحاجات اللي بيحطوها جديدة ديت على المخللات يا جماعة دي حاجات فيك اصلا. هو يا دوبك حبة ملح على المية كده، وهقول لكم طبعا المقدار والمعايير وهقول لكم كل حاجة دلوقتي. بصوا بقى انا بموت في العروق ديت، ما بحبش ارميها خالص. يعني كل ما بعمل الليفت اهم حاجة عندي العروق ديت، مرميهاش واعملها واكلها انا. بس اهم حاجة يا جماعة ننضفه جدا جدا من الطينة اللي بيبقى فيه. انا يوم ما جبته يا جماعة كانت ايديا ديت كانت سودة، ما كانتش باينة من الطينة اللي كان فيها. هنضفه اول حاجة كده زي ما انتوا شايفين، ونقطع اي حاجة فيه زيادة مش كويسة يعني، او والطينة ديت. ولو لقيتي واحدة كده يعني بايظة مش ما تنفعش دي تترمى طبعا، ما تعملهاش. تمام. بنضفه كده كويس قوي زي ما انتوا شايفين. اقول لكم بقى انا جبته منين. طبعا اللي في اسكندرية هيعرف سوق معهد الديني. انا جبته من سوق معهد الديني اللي في العصافرة. اكيد الاسكندرانية عارفينه كويس قوي، لو في حد معايا هنا من اسكندرية يثبت وجوده ويقول لي انا. تمام. سوق معهد الدين وجمال سوق معهد الدين يا جماعة، الحاجة هناك رخيصة والله العظيم رخيصة. اللي بيشكي ده من الغلا يبقى هو بيجيب من الخضر اللي تحت البيت، بيكسل كده ان هو يروح السوق. فبقولك يا حبيبتي منك ليها ما تكسليش وقومي كده روحي السوق. اي سوق جنبك يعني تروحي وتجيبي كل حاجاتك بالاسبوع. اول حاجه استنى اقول لكم ان انا هفضي بقى الحوض، فهغسل شويه المواعين ديت اللي فيه. علشان كده بقى ايه، افضي الليفت في الحوض دوت بقى ونغسله كويس قوي من الطينه اللي كان فيها. تمام. وبصوا يا حبايب قلبي انا مش بعلمكم والله، انا عارفه ان انتوا كلكم ستات بيوت شاطرين وعلى راسي من فوق. احنا بندي لبعض افكار، بنشجع بعض على حاجه احنا مكسلين نقوم نعملها. يعني شويه المواعين ديت اللي في الحوض، انا لما بقى اكسل عليهم بقوم اتفرج على الفيديوهات بتاعه الروتين. والله بتشجع وبقوم كده بقلب البيت بتاعي من فوقيه لتحتيه. فالفيديوهات بتاعه الروتينات ديت بتبقى فيديوهات تشجيعية، يعني احنا كده اللي بنعمل روتين. يعني محتواه بيبقى روتين، بيبقى يا جماعة قصدنا ان احنا نساعدكم وننشطكم تقوموا تعملوا الحاجة اللي انتوا كسلانين عليها. وكمان قولولي لو بتحبوا فقرة المواعين ديت في الفيديو ولا لا. يعني انا مره كده نزلت فيديو كده للمواعين بس، فلقيت عليه ما شاء الله اقبال يعني. اسمها ايه يا جماعه، اقبال ولا اقبال؟ مش عارفه اسمها صح لي والله ما عارفه بجد اسمها. المهم ما علينا، هو كان ف... فشكلكم كده بتحبوا تتفرجوا على غسيل المواعين، فمش عارفه بقى احط لكم مقطع لغسيل المواعين في الفيديو اللي انا بعمله ولا لا. ايه بقولوا لي برضو عشان تعرفوا. ويلا بقى اثبتي وجودك منك ليها وقولوا لي انتوا بتتابعوني من انهي بلد علشان ارحب بيكم. المهم علينا. بصوا المية بقى كانت طبعا متلجة. اسكندرية الايام اللي فاتت ديت ساقعة جدا ومطر يعني كانت تلج الصراحة. بس ايه الجو جميل يعني، تحسي جو تركي كده حلو قوي. ما علينا، انا خلصت اهو المواعين اللي في الحوض. اكمل لكم بقى يا جماعة حكاية السوق. تمام. يعني لو انت عايزة توفري كده في مصروف البيت وعايزة تجيبي حاجاتك بتوفير وباقتصاد، هتروحي طبعا السوق. لان المحلات تحت بقى انت عارفه التجار والاستغلال بتاعهم بيستغلوا اي حد الصراحه. يعني انا عندي واحد تحت البيت اصلا قاعد في الشارع كمان، يعني ما عندوش محل هيدفع ايجار، ما عندوش مسؤوليات، قاعد في الشارع وبيبيع الحاجات والله بيبيع الحاجه طقطقين. فانا بقول طب ليه يعني، طب ما حرام عليا حرام عليا انا انزل حتى اتمشى كده واشم هوا واجيب كل حاجه ناقصاني. فبروح السوق اللي جنبي بتاع معهد الديني وبشتري كل حاجه، وبتبقى يعني بنص التمن الحاجة اللي انا هجيبها من تحت. طب بذمتكم يعني يا جماعة مش انا عندي حق؟ اللي معايا في الكلام دوت يقول لي صح.
يعني ليه انا اشتري حاجه غاليه من تحت البيت علشان انا مكسله ان انا اروح سوق اي سوق يا ستي، سوق المعهد دوت جنبي انا، فعشان كده بقول عليه اي سوق ايا كان انت فين. يعني لو السوق بعيد عليك يا ستي استني الاجازه بتاعت جوزك كده، وانتوا الاتنين تاخدوا العربيه بتاعتكم تشتروا الحاجات اللي لازمكم، وتروحوا بقى حاطينها في العربيه ومروحين. هتوفري ياما قوي بجد والله. اسمعي كلامي بس كده واعملي اللي بقولك عليه. ما علينا، انا نضفت الحوض وخليته زي الفل اهو. فضيت بقى ايه اللفت بقى اللي انا هغسله. بصي بقى، لو اي حاجه كده مش طايلاها السكينه بضفرك كده واقعدي كحتيها لحد لما تخليها زي الفل. هنشيل اي زيادات واي حاجه ملهاش لازمه تحت الميه كده. وطبعا العروق الصفرا ما تعملهاش دي، ترميها عشان طعمها بيبقى يعني مش حلو. هو الليفت صغير بس يعني انا لسه الصراحه مش عارفه، انا لسه عاملاه يعني لا، اول ما يستوي وادوقه كده هقول لكم بقى، هو اكيد طعمه هيبقى جميل جدا يا جماعه. طبعا العروق دي ما اقدرش ارميها ديت، انا هخليها. احنا بس بنرمي العروق الصفرا اللي ملهاش 30,000 لازمه. تمام كده، غسلناه وخلاص، حلوة قوي كده فله. هنجيب بقى شويه خل كده ونحط عليهم. عارفين لما بجيب الليفت الكبير ده يا جماعه، عارفينه طبعا المجعلص ده، بحبه، بحس ان هو يعني ناشف كده وجواه فاضي. فانا قلت بقى انا اول مره اجيب الليفت الصغير ده الصراحه، فمش عارفه. لو حد جربه طبعا يطمني ويقول لي هيبقى حلو ان شاء الله، عشان تعبي بس ما يروحش على الفاضي. جبت الاتنين كيلو دول ب3 جنيه. متخيلين في حاجه دلوقتي بجنيه ونص الكيلو. والجزر كمان على فكره رخيص لو عايزين تخليله جزر. يعني كيلو الجزر كان ب4 جنيه في السوق، والجزر ما شاء الله تحفة. يعني جميل، مش هو الصراحة بقى ايه اللي غالي شوية الخيار. يعني انا كنت عايزة اخلي الخيار بس لقيته ب15 جنيه وب20. فانا قلت لا، استنى شوية لحد لما يرخص كده، وبعدين بقى اجيب كمية واخللها ان شاء الله. وما تنسوش بقى هنعمل بقى تفريزات وحاجات رمضان بإذن الله، اللهم بلغنا رمضان. ما علينا. بصوا بقى البطرمان دوت كان عندي اصلا، ما جبتهوش معايا وانا جايه. يا دوبك هم على قد البطرمان بالظبط، يعني ال2 كيلو الليفت دوت جم والله على قد البطرمان بالظبط. هتشوفوا دلوقتي انا بخرطه كده. ماما الله يرحمها كانت اللفتايه كبيره صغيره، كانت تخرطها كده زي ما انتوا شايفين. هي الصراحه القطاعه التانية الجديده دي حلوه، هي دي اللي انا معاها. لكن بقى مش هعمل بقى على المحلول بتاعه اي افتكاسات زي ما قلت لكم كده. هنعمل بس محلول ملح وبس كده. وطبعا نسيت اقول لكم ان انا جايبه بنجرايه كده معاهم عشان احطهم مع اللفت عشان يديله لون احمر كده وجميل. وانتي ذوقك زي ما انتي طبعا انتي حابه، انا بقولك انا بحبه ازاي وبعمله، فطبعا كل واحد حر. تمام. فقومي بقى قبل الليفت ما يغلى كده او يبقى طعمه مش حلو. بصوا هي دي بقى البنجرايه، انا بخرطها كده طرنشات. وكل لما بحط يعني بقطع كميه ليفت في البطرمان، فبروح مقطعه حته ايه، بنجر. وكمان عايزه اسالكم على حاجه يا جماعه غريبه. يعني انا نزلت علشان اشتري سبانخ، قعدت قلبت السوق كله على سبانخ، ما لقيتش سبانخ. هي خلصت ولا ايه؟ متهيألي دي لسه طالعه يعني ما لحقتش، ولا عشان انا رحت متاخر السوق بالليل. فانا رحت حوالي على الساعه 9 10 كده، عماله ادور على سبانخ ان الاقي سبانخ مش لاقيه والله. فرحت جايبه بقى فاصوليا وقلت يلا بقى شكل السبانخ خلاص خلصت. بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا طبعا قطعته كده زي ما انتوا شايفين ومليت البطرمان، يا دوبك هم على قد البطرمان. هنعاير بقى 7 كوبايات ميه، على كل كوبايه ميه عليها معلقه ملح. تمام. بعد لما نعاير الميه بتاعتنا والمقدار اللي احنا عايزينه، هناخد بقى معلقه سكر ونحطها معاهم. اهو انا كده بحط الملح، يعني لكل كوبايه زي ما قلت لكم كل كوبايه ميه عليها معلقه ملح كبيره. بس كده، مش هنحط بقى خل عشان الخل يا جماعه بيهري المخلل اصلا. ولو انت حابه ان انت تحطي خل تمام، حطي ممكن معلقه او معلقتين مع المحلول بتاع الملح. اهو زي ما انتوا شايفين كده حطينا معلقه سكر، بس المعلقه برضو ما تكونش مليانه قوي. هنقلبه بقى لحد لما الحاجات اللي في الميه ديت تدوب. بعد كده هنفضيها ونشوف لو هو لسه محتاج تاني هنعمله، هنزود له. لو تمام كده خلاص حلو قوي كده وخلاص. هنحتاج بقى ميه كمان، هنعاير نشوف خدنا كام كوباية ميه. يعني مثلا كوباية 2 3، نروح حاطين عليهم 3 معالق ملح.
مش هنحط بقى طبعا سكر تاني، كفايه اللي احنا حطيناه. وادي كيس الملح خلص، وادي الملح خلص عندي. بس الحمد لله انا شايله في الدرج ملح، فجبت كيس اهوت وهفضيه. وبكده كملنا ميه المخلل بتاعنا والحمد لله. يعني كان ناقص كده، فحطيت كوبايتين زياده ميه. كده حلو قوي. بصوا اللون الاحمر بتاع البنجر بدأ يظهر في المخلل، شايفينه؟ واخدين بالكم منه؟ اول ما يستوي بقى ان شاء الله هقول لكم بقى على طعمه. وهو ده الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا منه ولا 1%. ما تنسوش بقى حبايبي اللايك على الفيديو وكومنت حلو كده منكم، واشوفكم على خير مع